السلام عليكم، أنا آية هويدي. ودي قناة مكس جوانا هنتكلم فيها عن حاجات كتير مختلفة في جوانب حياتنا. مش حابة ان هي تبقى محددة بجانب معين، بس طبعا عشان احنا بس في رمضان فهنحاول ان كل المواضيع اللي احنا نتكلم فيها حاجة تشجعنا اكتر وتزود ايمانياتنا في رمضان، وان شاء الله نطلع كسبانين من رمضان احسن. هنتكلم عن معنى الخلود وعن الجنة، عن معنى الخلود تحديدا. يعني هنبدأ كده واحدة واحدة. أول حاجة بس نحاول نستوعب معنى الخلود. كان في مدرس ربنا يجزيه خير ويرزقه الجنة يا رب، كان قال لنا إن هو أول ما هيدخل الجنة هيطلب سينما. احنا المفروض إن احنا لما ندخل في الجنة هنطلب اللي احنا عايزينه، فهو قال أنا بحب السينما جدا، فلما هدخل الجنة هطلب إن أنا يبقى في شاشة عرض كده كبيرة وأقعد أتفرج على الخلق بتوع اللي ربنا خلقهم كلهم من أول سيدنا آدم لحد آخر واحد في العالم. يعني تخيل إن أنت هتقعد تتفرج على حياة سيدنا آدم، بعدين حياة السيدة حواء، بعد كده حياة أولادهم الأربعة، بعد كده حياة أولاد أولادهم. نتخيل بقى ونقعد نسترسل لحد ما نوصل للأنبياء بقى كلهم، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى كلهم والناس كلها، يعني آلاف بقى مؤلفة، ملايين، مليارات. من أول ما ربنا خلق سيدنا آدم كل البشر دول لحد قيام الساعة، يعني لحد الناس اللي لسه هتيجي، كل ده انت هتقعد تتفرج على حياة كل واحد فيهم، وحياة الناس دي كلها هتخلص وانت لسه عايش. احنا مش هنموت في الجنة، فتخيل ان انت بعد ما تخلص كل الكلام ده هيبقى لسه قدامك حاجات تانية تعملها. ده لو انت قعدت كل ده يعني مش بتتحرك من مكانك، وحتى لو ما اتحركتش فانت اصلا انت قاعد في سينما في اي بي بقى من النوع التقيل اللي قوي، خادمينك 24 ساعة. انت حتى مش هتتعب، انت تقعد تاكل الاكل اللي هيجيلك في الجنة، انت مش هتتعب، مش هتحتاج تقوم من السينما تروح الحمام، مش هتحتاج استراحة. انت قاعد على الارائك دي حاجة كده، انت منتهى الراحة والانتخة، كأنك ليزي بوي مثلا. ليزي بوي اللي هي الكراسي اللي بتبقى ترفع وتقعد وتبقى مريح كده ومتظبط، دي احسن منها كمان. يعني الارائك كان وصف يعني لاهل الجنة وهم قاعدين في الجنة بياكلوا او بيتمتعوا باي متاع من متاع الجنة. يعني احنا مش هنموت في الجنة، احنا مخلدين في الجنة. يوم القيامة لما كل واحد يدخل مكانه في الجنة، وكل الناس اللي داخلة النار هتدخل مقعدها في النار، ربنا رب يجنبنا النار ويرزقنا الجنة يا رب، اللهم امين. ربنا هيجيب كبش كبير وهيذبحه وهيقول لأهل الجنة إن ده الموت، ربنا هيذبحه فخلاص ما عادش هيبقى فيه موت. فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت. يعني دول هيخلدوا في النعيم، ويا رب ربنا يجعلنا جميعا منهم، والتانيين هيخلدوا في النار. طب تخيل بقى معنى الخلد في الجنة، تتفرج فعلا على حياة البشر دول كلهم، كل حياة البشر من أول ما يتولدوا لحد ما يموتوا. تخيل كل واحد من الناس لو فرضنا إن رينج السن بتاعه 40 سنة أو 30 سنة، فأنت تخيل بقى المليارات الملايين والناس اللي ماتت واللي عاشت واللي في الله أعلم كان أعداد الناس كانت عاملة إزاي، ومين اللي عاش ومين اللي مات. عاوزين نتفرج على شجرة نسل سيدنا آدم عليه السلام، فاحنا هنقعد ونتفرج والناس دي موجودة، وربنا هيفرجنا عليهم كلهم وعلى حياتهم، وهتفضل مكمل وهتفضل عايش. انت هتخلص حياة الناس دي كلها فرجة في الجنة، اعداد الناس دي بعمر السنين بتاعتهم، وهيفضل لسه ليك عمر خلود بلا موت. بجد المعنى عميق قوي قوي. يعني انا مره قعدت اتمعن فيها، حسيت ان عقلي بجد ممكن مش ما يستوعبهاش. يعني حتى بعد ما اخلص كميه الناس دي هقعد اعمل حاجات تانية كمان في الجنه، ولما اخلصها هعمل حاجات تانية وهقعد. بجد الجنة تستاهل ان احنا نضحي بحاجات بسيطة قوي في الدنيا. ايه يعني اتعب 30 سنة عمر مثلا ولا 40 سنة؟ وطبعا احنا كنا 15 سنة ده كنا صغيرين، ونقول بدأنا نلتزم على 20 مثلا. الواحد هيقعد يلتزم 20 سنة كمان من عمره او 30، او ربنا يا رب يطول في اعمارنا ويتقبلنا في عباده الصالحين. لا، الجنة تستاهل ان احنا نبذل شوية في الدنيا ايام معدودات علشان ناخد خلد. فعلا هنبقى مخلدين، حاجة كده بجد علينا مش مستوعبة. وهنلاقي حاجات تانية كمان كتير جدا في الجنة نعملها. هنتكلم عنها برضو في كل يوم كده حاجة، لعل ان شاء الله ربنا يا رب يحببنا تاني في الجنة ونصحح منظورنا عن الجنة بشكل اجمل واوسع من كده، وما يبقاش نطاقنا محدود عن الجنة وتفكيرنا عنها من تفكيرنا الصغير ان هي شجر واكل وحاجات. يعني الجنة فعلا اعمق واوسع من كده بكتير. نتمنى فيها كل اللي احنا حابينه، او كل حاجة احنا بنتمتع فيها في الدنيا، بس هتبقى بشكل اجمل وافخم واكبر واريح. ان شاء الله يا رب ربنا يرزقنا حسن الختام ويرزقنا الجنة وما قرب اليها من قول او عمل. بس اتمنى نكون، يعني اتمنى بجد نسترسل اكتر مع نفسنا، ونقعد نتخيل فعلا احنا لو قعدنا اتفرجنا على حياة الناس دي كلها مش هنتعب. احنا هنقعد نتفرج على حياة الناس دي كلها، بجد معنى عقلنا فعلا ما يستوعبوش. بس
الانسان المفروض ما ياكلش كتير، لا ياكل كميه كبيره ولا ياكل لفترات طويله عشان يعرف يركز وهو بيشوف الحلقات اللي فاتت وهو بيشوف الحلقات الجديده وهو بينزل يبص على المصادر، ولا احنا على اليوتيوب بيشترك على القناه. بس يا عزيزي المشاهد، وكل سنه وانت طيب. انبسط يا عزيزي المشاهد وخد بالك من صحتك، ها بلاش القطايف.